السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في منبر الحياة المغربية مع حلقة جديدة من حلقتنا المصورة. ضيفنا الجديد هو ضيف ربما تعرفونه ولا تعرفونه، اسمه جلبي علال وعمله هو عون سلطة، كنقولوا مقدم بالمغربية. مرحبا بكم. اليوم معنا أحد المقدمين اللي غادي ينورنا بالعديد من الحقائق اللي ما كيعرفوهاش الشعب المغربي. بدينا لكم بهذه الصورة اللي فيها الأساتذة كياكلوا العصا كيتقمعوا، زائد هذه الصورة هي كنهديوها لكم الشعب المغربي. خوتي خواتاتي، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الضيف ديالنا المعروف أو الوجه المعروف والمألوف اسمه جلبي علال. جلبي علال كيف ما قلت فهو عون سلطة. عون سلطة كنقولوا بالدارجة مقدم. كيقولوا بأن المقدم سميته مكتوبة بالطباشير، وكيقولوا بأن المقدم هو الصندوق الأسود لوزارة الداخلية، وكيقولوا بأن المقدم هو اللي عنده جميع المعلومات اللي كتحتاجها الدولة. إذن جلبي علال إلا ما كنتوش كتعرفوه، أول حلقة معاه في التيك توك هي اليوم. كنقدم لكم هذا الضيف الخفيف، هذا الضيف العزيز، وهذا الضيف الشريف، وهذا الضيف اللي قضيت معاه العديد من السنوات في فضح الفساد، بما أنه عون سلطة كشف الكثير من الخبايا. لماذا كشفها وماذا أراد من وراء ذلك؟ غنتكلم بالدارجة. في هاد البلاد راه ما يمكنش نعممو وكل شيء يكون مجرم وكل شيء يكون فاسد. حنا بصدد النقاش موضوع ديال الفساد، ولكن الفساد اللي عم البلاد حنا كنحاسبوا مسؤولين معدودين، وهاد المسؤولين هادو راه عارفين نفوسهم. اليوم غتسمعوا جلبي علال اشنو غيقول لكم في الموضوع الجديد اللي عنده. اولا ما عندناش غير موضوع واحد، عندنا العديد من المواضيع. ثانيا الموضوع اللي غنبداو به هو موضوع اعوان السلطة. غيتفضل جلبي علال المشكور باش يبدا لنا الموضوع ديالو في اطار هاد الاعوان ديال السلطة. سي جلبي علال مرحبا بك في المنبر، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا المغاربة وإخواننا خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن، القضية اللي غادي نصرحوا بها اليوم وهي قضية المقدم. كيتسمى المقدم، مقدم عون سلطة ديال المغرب، أول برقاك في المغرب وهو المقدم، ولكن مكتوب اسمه بالطباشير. أنا بغيت نعرف المقدم شكون اللي كيدافع عليه وشكون اللي كيحميه في المغرب. انا باقي ما عارفش شكون اللي كيحميه. واش المقدم في المغرب انا ما عارفش واش الدول بحال ولا مع المغرب. انا في المغرب كيشي 60,000 ريال، 300,000 فرانك مقدم حضاري، لكن الاجره ديالو اللي هي اجره ثابته كدايرين ليه 18,000 ريال، والشيء الاخر كله تعويضات، وكيقطعوا ليه 2 اقتطاعات. انا بصفتي مقدم حضاري دوز 26 عام وانا مقدم برقاق ديال العماله عين 7. باللي كان شوقي حتى الاخير هذاك الشفار العامل امل بن مبكر اللي خرج التقاعد اللي دار الزوير. خرجت دابا وصلت السن ديال التقاعد، مشيت جبت الورقه ديالي باش غادي نمشي ندير التقاعد. ها هي لقيتها بلي عطاوها لي من واحد الاداره فيها 2000، فيها من 2002 حتى 2015، ولكن محيدين ليا غنمدوكم بالوثائق وبالمعلومات وبجميع الادله باش تفهموا الوضع ديال عون سلطة في المغرب. وهذا الكلام اللي غتسمعوه من عند جلبي علال ربما ما تسمعوش في المغرب من عند شي مقدم اخر او عون سلطة اخر. اذا المنبر ديال منبر الحياة المغربية هو اول منبر في المغرب اللي استضاف اعوان السلطة. هي الورقه اللي جبتها البارح من الاداره التابعه ديال التقاعد ديال المقدمين، ها هي في التاريخ حتى 2015. شنو هو المشكل اللي كاين دابا عندنا في هذه الورقه؟ المشكل في هذه الورقه وهو محيدين 2014، ومشيت للعماله طلبوا لي قرار الترسيم، ومشيت للعماله نهار الخميس، مشيت مع الصباح العماله عين 7
وتقدمت تما كنيت بغيت نشوف واحد السيده مكلفه تما بالاعوان سلطه الملف ديال التقاعد تدير وتسير اسمها نزهه في العماله عند ديالي. باللي مشيت تما كنيت خرجت مشات بحالاتها، مشات تقضي الاشغال ديالها في الدار. قالوا لي سير الغدا وجي ليها. باللي نجي الجمعه، باللي مشيت ثاني الجمعه ضليت تما كنيت من 9 ديال الصباح الى حتى الظهر وجيت بحالاتي. قالوا لي سير نهار الاثنين راه مشات تقضي شي شغل. قلت لي بغيت ندخل نشوف الشاف ديالها، الشاف ديالي. قالوا لي الشاف ديالي الله خرج توضا ومشى للجامع يصلي المسجد. قلت له يا ودي هو شو غادي يخلي الاداره ويمشي يصلي في الجامع؟ هو راه ديال المخابرات. ممكن نقاطعك؟ نعم. قلتي لهم عاون سلطه هو اول بركاك، صح لهم كيفاش هو اول بركاك؟ اول حضاي وهو اول حاضي الطالعه والهابطه في اي حومه، اي مشكل كيما كان النوع ديالو خاصو تكون في راسو، من غير داكشي ديال التبركيك ديال الملفوده وديال البني العشوائي وديال البني وديال الوثائق الشواهد الاداريه. هذيك بوحدها، هذيك خاصو يجيب المرفوده. الا ما جابش المرفوده ما يبقاش يدور تما. كانت اشرح لنا ما معنى المرفوده، الناس باغا تفهم. وهي كتسمى رشوه كيمشي يجي تا هو مع بنادم. بحال دابا العماله المحمديه، العمالات المحمديه شكون اللي مرأسها؟ العامل وهو هذاك هو عامل هشام العلوي المدغري، ولد وزير الاوقاف السابق. واش هذه دوله؟ ولد وزير دايرينو عامل، وهذا العامل ثاني ديال المديونه، العامل ديالو كان نائب برلماني في الاتحاد الاشتراكي وداروه عامل، وباه داروه كان هو نائب برلماني في الاتحاد الاشتراكي. راه دابا في الداخله باشا. هذه راه ما كاينه في دوله الا في المغرب. انا بقيت كنتعجب لهذا الشيء. انا واحد كان مرشح كان برلماني ولا عامل. وهذاك ديال المحمديه دابا شنو واقع في المحمديه؟ جيت شلالات، راه كاينه الروينه تما كنيات، راه البنين العشوائي راه بالعلالي، راه المقدم تما راه دار لاباس، راه دار ديور ودار قهاوي. المقدمين تما ثلاثه راه دايرين الروينه، راه كاع الارض فلاحيه تبنات وداروا كيديروا العشش، كيقولوا تيديروا عشا وديروا كذا وتبنيوها بالثمن 2 مليون. الهونغارات والمستودعات ديور العشش دايرين تما كنيات. كيبنوا المقدم داير طوموبيل ودير 4 ديور 5 جا من العروبيه. راه ما كاينه في دوله. بالسيف دابا المقدم ما عنده لا نظام اساسي لا والو، ما عنده حتى شي حاجه مكتوب اسمه بالطباشير. هذا المقدم ديال المغرب بغيت نعرف انا شحال كيشد. حنا دابا كنشدوا 60,000 ريال، ولكن لا باز هي 18,000 ريال. وقال لي كلشي تعويضات ملي خرج دابا لانتريت بغاو يكذبوا عليا. انا مشيت دابا للعمل يومين، دابا كنمشي راه خاسر من جيبي. كنمشي بغيت نقاد الملف ديالي وقادوا لي هذيك 2014. انا دابا ما لقيت مع من غنهضر. انا ما عرفتش شكون اللي مكلف. واش وزير الداخليه عبد الوافي الفتيف هو اللي مكلف بهذا الشيء؟ وزير الداخليه وعبد الوافي الفتيف كان عامل وداز والي، وبديك التبرقيق داز وزير ولد تطوان، وهو زايد في تطوان. وباه مات مشيت 3 معاه بغيت نعزي تما وجراو عليا قال لي سير بحالاتك انت بغيتي تصاحب معاه. قلت له ما بغيتش نصاحب معاه، راه عندي مشكل. انا راه عندي مشكل. جراو عليا وجيت بحالاتي. جيت للرباط، تبعتو للرباط. ملي جيت نشوفو لقيتو دخل وزير، تا هو داز وزير الداخليه بالتكنيك بالتبرقيس، تا هو كيبرقد. اي كل شيء مسؤول. واحد جينيرال ديال الدرك الملكي حسي بالسيمان باللي مشى من التقاعد 84 عام، مشى من التقاعد داروا واحد جينيرال من نواحي التازه. يقول لي محمد حرمو كان في القصر مقابل القصر تما كنيات، داروه جلاله الملك هو القائد الدرك الملكي ومدير العام ديال الامن الوطني وديال المخابرات عبد اللطيف الحموشي تا هو من نواحي التازه. دابا هادو اللي مسيطرين تما، هادو اللي شادين المخابرات شادين الداخليه كلهم من الشمال. راه مشكله هذه راه مشكله في المغرب. محول شاباط باللي قال لهم على قضيه ديال موريتانيا، بغاو يديروا لي الصابونه، دار لهم القوالب ودار شواهد طبيه وسق في دوله اخرى ومشى طلب حمايه وداز تركيا عاد دخل المغرب. ولا دخل المغرب دار حمايه عاد عطى جلاله الملك الضوء الخضر ودخلوه وراه نجح دابا في فاس في جبهه القوى. دابا راه غادي يكون حزب. عوده النقطه اللي قلتي بخصوص شاباط راه كان قال عشي تصريحات حقيقيه على قضيه موريتانيا، وباللي قالها ناضوا داروا فيه وبغاو يقولبوه تما كنيات كانوا غيقتلوه ويديروا بحال عبد الله باها ضربوا تران. واش هذاك عبد الله باها يضربوا تران؟ راه ما كايناش على وجه الارض نهائيا. وهذاك يزيدي بوزيدي ولا ما عرف النائب الزايدي اللي كان الزايدي ولا باها الزايدي ولا باها. ها هو هذاك الزايدي غادي يغرق في الواد. راه ولدو راه رئيس الجماعه القرويه ديال واد شراط وبنته راه نائبه الثاني ديال مجلس المدينه. راه كاين عندنا واخواتي راه كاينه صفيات حسابات. راه من غير القضيه ديال المديوري الحاج المديوري في مراكش اللي جيت نعاود لكم القضيه ديالو راه مشكله مخربقه. عاودها لينا ديال المديوري قلتي ياك. ديال المديوري راه هذا الحاج المديوري محمد المديوري
سمعوا هذه راه جديده، راه ما في راسكمش. سمعوا هذاك المديوري الثروات اللي عنده حاج المديوري محمد زايد في عنده 85 سنه دابا 86 سنه، زاد بقبيله ايت ايمور بنواحي مراكش، وبالضبط بطريق اورير لحي مهمش. وهو متواضع حينما التحق بمصلحه الامن الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، مهامه كثيرا مراقبة مختلف القصور، وكذلك يسهر على الموظفين في القصور رئيس قسم البحث الاستخبارات والاستعلامات المتعلقة بالمملكة. 600 عنصر مسلح كلها سرية تحت الأوامر ديال المديوري. هذا الكارت كور ديال الملك كتهضر عليه ديال الحسن الثاني. الثروة للحاج المديوري لا تحصى. ابن ديالو البكر منصف المديوري، وابن أصغر شقيق الحاج عمر المديوري، عندهم شركات كثيرة ومحلات تجارية وسياحية لا تحصى، والمشاريع عقارية من ظهر الشعب. شركة رادوة المغرب يملك استثمارات بالرباط والمدارس الخصوصية بحي الرياض. بحي الرياض، ويتوفر على شركة سياحية تحت اسم إمكالة للسياحة توجد بمراكش، ولديه مشاريع سياحية أخرى بمراكش وأكادير، وكذلك مطاعم وفنادق وحمامات والحانات ومركبات سياحية وتنظيمية رحلات وكراء ديال المدارس وكرار وسائل النقل السياحية، ومؤسسة الشركة السياحية بالدار البيضاء مقره بشارع الحسن الثاني تحمل اسم كوكب السعادة، وعدد من شركات الأمن الخاص يسيرها ابنائه وبناته واشقائه، واخرى يسيرها اشخاص اخرون. وقضيه اخرى وقعت له في ماي في شهر 6 2019 تعرض لمحاوله اغتيال. هذا المديوري في محيط مسجد الانوار بشارع علال الفاسي بمقاطعه قيريز وسط المدينه الحمراء مراكش. كان يركب سياره رونج روفر 7 أشخاص، 3 منهم يحملون السلاح الناري. سائقه الخاص أخذوا منه بالقوة مفاتيح السيارة بعدما قاومهم بشدة، واستطاعت المديوري بحركة خفيفة أن يضرب خصمه بالمسلح وأن يدخل إلى المسجد مستعينا بخبرته. يوم الجمعة لصلاة الظهر، مع صلاة الظهر تطوق من راكب بالامن، لكن السياره لم يمد اثرها الى يومنا الان. اذا قال لكم في هذه النقطه اللي تفضل بها دابا ان المديوري الكارد كور السابق ديال الحسن الثاني تعرض لمحاوله اغتيال امام مسجد ووقفوا عليه كيف ما كيقول جلبي علال بعض الاشخاص بالفراده ياك بالفراده حطوا لي الفراده. واش دار ملي وقفوا عليه بالفراده؟ يعني تخلص منهم بطريقه كيف ما قلتي، كيف ما كان كيدير في الخدمه ديالو. هو سولوه في الاخير والتفت فوت وقال لي انا عارف لي مصيفطهم، والطوموبيل الان ما لقاهاش. عندها الطوموبيل عندها جي بي اس وعندها كل شيء، اي يوم من هذا ما لقاهاش. هادشي كامل وقف على المغرب. وقضيه اخرى ثاني هذه القضيه اللي غتقول واحد السيد اللي كتبوا من بعد حنا غنقولوا لك وحده بوحده ومن بعد انتم بقاو تكتبوا لنا غير ومن بعد حنا غنقول لكم واش كاين من بعد. حنا ما غنتقاداوش وما غنسالوش لان الفساد كثير. تفضل السي جلبي علال. اسمع هذه فاطمه الزهراء بابا احمد زوجة مصطفى الخلفي الدكاري، الوزير المنتدى المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومه السابقه مع العداله والاحسان كتسمى العتله و800. يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ان زوجة الوزير الخلفي كانت مع سائقها الخاص الشيفور على متن سياره فاخره من نوع مازاس اكس 5 لونها اسود تحمل رقم العاصمة الرباط 1 دي 94657، حيث وقعت حادثة سير تعرضت لها زوجة الوزير وسائقها بجروح حسب شهود. كما تعرضت السيارة الفاخرة ديال الحكومة بأضرار جسيمة، والبطاقة الرمادية للسيارة مسجلة باسم رئيس حكومة. كانت قادمة من صويرة عبر الطريق السيار لآسفي، زاغت السيارة عن قارعة الطريق فانحرفت على اليمين، فانقلبت بعد التعرف على الزوجة الوزير، حيث حضر إلى عين المكان السلطة المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية أسفي والجديدة. والمشكل فين كاين؟ واش كاين المشكل؟ وهي هذاك السائق باقي بوكوسو صغير، وهي راها كتعرفوا مرت الوزير.
باقي بوقوس تلهى هو معاه تما عيريت حوالو تقلب لي الطوموبيل شويه ما اقتنع. دابا خرج لهم تعويض 20 مليون تخرج لها تعويض ولا 30 تاع 20 مليون. والطوموبيل ديال الدوله ديال الوزير ما عندهاش حق، والطوموبيل دابا مشات. اذا دابا مرت الوزير خرجت مع الشافور ديالها دارت كسيده بالطوموبيل. اييه دابا داكشي مضبوط، راه عندي وثائق ديالو. اذا هذا الشيء ماشي قانوني. ملي مرت الوزير مرت الوزير ما عندهاش حق، ما عندهاش حق تهز الطوموبيله ديال الدوله. يا سمعوا الفساد. هذا مشكل خطير في المغرب. زيدنا من فضلك، زيدنا من قضيه ديال العداله والتنميه. العداله والتنميه راه نقول لكم الشعب المغربي راه كانوا ضد الملكيه، وفي الاخير الملك مشى عطاهم الحكومه مرتين، عطاهم 50 في 50 تدبروا على راسهم ودبروا على التقاعد وكيضحكوا على الشعب. هما راه كانوا ضد الملكيه وهما دبروا على راسهم وهما مشاو بطريقه مشاو خلي قضيه يتيم وخلي قضيه عمر اللي خد هذيك خيتي تما وطلقاتو مرتو. هذيك راه مشكله اخرى، هذيك راه اللي جيت نعاود لكم راه قصه اخرى. فهمتي؟ فهمناك. بحال القضيه ديال فاطمه، بحال القضيه ديال فاطمه النجاري مع عمر بن حماد ضبطوا هادو من العداله والتنيه بجوج والضبط والفساد. خلي يتيم هذاك عام شايد لك رجليه عند في سلق، هو يشوف الدريه تما كنيات وخاذها باقا صغيره قد بنته. واحد الرجل سول قال لك من هذا السيد عرفه براسك. هذا السيد هو المقدم ديال جلابي علال اللي داروا لي التزوير في عماله عين السبع اللي دار لي العامل. مشيت ليه انا بغيت نقتلو ما لقيتوش وراه خرج تقاعد. الشفار عامل بالمنكر، عامل عماله السابق من غير هذا سابق الشفار اللي كيديروا التزوير ديال الانتخابات. واش هاد البرلماني اللي كينجحوا في المغرب واش هما كيدوزوا بدراعهم؟ راه كيدوزوها بالرشوه وبالقوالب. واش كاين شي واحد جديد؟ انا نقول لكم من المحمديه كاع المحمديه هذاك سعيد تدلاوي واش هذاك عنده حق ينجح برلماني؟ اللي كيقول لهم انا صاحبي مولاي رشيد، انا كنسكر مع مولاي رشيد. شكون هو هذا؟ هذاك سعيد تدلاوي كان في حزب الحركه الشيوعيه والتحق بحزب قالوا يسير التحق بحزب الاستقلال وداز دابا برلماني بزز. قال لهم كنسكر معاه. انا كنضرب الطويسه مع رشيد مولاي رشيد، انا راه صديق ديالو، راه معندهم مصالح العمال كيخافوا مني. دابا ساكن في المحمديه والاراضي كلها ملكها بالتزوير وداير عصابات ماكنيات، واللي يجي حدا الدار يديه يسلخوا يكتفوا ويسلخوا. هذه راه منكر في البلاد، هذو راه فراعنه. واش كاين شي وجه جديد بحال مديونه ابو الغاري خاصو يدوز برلماني؟ راه ما كاينش. راه ما كان دوك البرلمانيين اللي كان داك مولاي رشيد كاع عامله مولاي رشيد، هذاك خاينه الحدادي اللي دايسه هو بالرشوه، هذاك تا هو خاصو يمشي للحبس. راه كون شويه شنو دار باش داز هو برلماني؟ راه دار القوالب كثيره، شد جمعياتهم وولهم ودبر عليهم ودخلهم شركات نافا حيت كان مكلف في بلاصه هو اللي جاب بلاصه افيله ولد افيله الاحمد هو اللي دار. راه كانت تما دخل عباد الله الشركات وترشحوا عليه ودوزهم، وكاين اللي داروا كابران ودخل عصابه تما تترشحوا عليه وداز. كاع ما خاصوش يدوز سير وشوفوا شنو دار في العروبيه في البلاد عنده. راه دار قصر. كاين دابا واحد البرلماني دابا حاليا برلماني شايدمي ناجح في الشياده الصويره وها هو دابا جيت السبتيت من الليل داير فيلا وشركه وداير فيلا وشركه ديال الكرتون قاعد ديال الحلويات ومدخل دريات 160 دريه والله ما داير لهم شي ورقه. ودابا حاليا كيبني تما كاين فيلا راه كيقولوا لي سعيد بابا علي ناجح في الصويره وعنده مدرسه اللي في الطريق تما كنيت. جيت السبت ورا السبت في الشارع الكبير ديك ارينا راها ديالو وعنده فيرمات وناجح كل خطره في الصويره وهو خدام هنايا دير شركات ودير فيرمات وكيضحكوا على الشعب تا هو راه الشعب راه معاه باغا كاينه التدويره كيدوروا معاه. ودوك الرؤساء الجماعات القرويه ورؤساء الجماعات والورثه اللي كاينين هما اللي كاينين، ما كاينش شي وجه جديد نهائيا. نزيدكم ثاني جيت السبتيت من الليل الغزالي براسه. واش الغزالي هو دابا هو هذاك الغزالي كيفاش كان النهار الاول؟ كان في حزب ملكي حزب الدستور ديال الملك كان مع البصري، هو باش نجح وداروا وزوروا الاوراق ودابا استعمروا السبت تيت من الليل. هو الطيب واحد خينا تما كنات رشاد الجماعه تما كنات في السبت شاد دار كاع الارض مزورها وملكها. كيقول لي الطيب قال لك مهندس دوله، اش من مهندس راه ما كاينوش. واش كاين رئيس الجماعه دايرين وما كاينوش بحال هذا ديال الحي المحمدي
يوسف الرخيص. واش هذاك يوسف الرخيص كيقول لهم انا راه الملك راه كان صاحبي عطاني قريمه، كيخافوا منه وداير جمعيه تما كيشد معاونه على ظهر كل عرجين ودوك المعاقين وكيديها هو ما عرفتش كيدير بها، وداير عصابه وداير جمعيه. ودابا شد الجماعه عرج ما كاينوش عرج داير عكاكس. واش العرج هو اللي غادي يترأس ليا الجماعه؟ راه ما كايناش على وجه ما ها هو اللي كاين، راه كاين القارح اكثر منه صح عمرك منه. مسكين ما عاطي له فلوس والو، كيعطيو الرشوه للسلطه الداخليه وكيزعموا الاخرين وكيشدوا الرئاسات. واحد كتب لك في الكومونتير خربزتيها اليوم، يعني عطيتيهم. كنشكركم المشاهدين الكرام. انا صراحه حنا ما كنقولوش داك الكذوب، راه حنا كنقولوا داك الشيء صحيح. راه عندي ادله، راه على المحمديه دابا رانا فيها الروينه في البني العشوائي وقليم مديونه والاستفاده بالتزوير. الناس مساكنين ساكن في برشيد وراشد. كنعرف انا واحد السيد ما عمرو سكن ثانيا وعطاه 5 مليون وراه شد. زوفري دابا راه ساكن في نسيبو دوار الحواته، هو شد في سيدي حجاج. وكاينه قضيه اخرى اش كيديروا؟ كاين دابا حاليا واحد خياتنا تما كاين في دوار حاج صالح، البقع الفارغه كلها دوروها قصب ودوروها قصدير قديمه وبناوها من الداخل وباعوها ودا كيديروا عقود مزيفه. تاريخ قديم ساكن قديم كيدوروا مع المقدم والقيد وكيعطي شهاده السكنه ما فيها والو، كيعطي 500 فرنك وكيدبروا عليه. واحد كتب لي الله يعطيك الصحه خويا عادل، بحال هاد الناس اللي خصك تجيب كلكم غتشكروا جلبي علال من هذا المنبر. راه المحمديه وشكرا 460 متابع. راه المحمديه شادها عامل ود وزير الاوقاف السابق المدغري هشام العلوي المدغري. راه الروينه خدامه تما في الاراضي الفلاحيه. راه حاليا تماكنيات راه كيتبنى تماكنيات الهونغارات والديور بالرشوه مع عوان سلطه والقياد تما راه داروا لاباس. راه خاصهم يمشيو للحبس. رئيس خدمة خيار خاص يمشي للحبس ديال المحمديه. راه مشكله تما راه واقعه، راه كنتبرى منكم. راه على الطريق راه كاينه تما فيها 38 كيلومتر كل عام كيضربوا فيها ميزانيه ديال الزفت وما كاين لا زفت الاول كيديروها القطران. راه حاليا دابا واحد الدوار تما في دوك كيقول لي دوار واركو ولا سيدي علي اللي كاين تما في الحدود ديال اقليم مديونه. راه كاين قريب ديال واحد الارض ديال التادلاوي شاده مستعمرها داير فيها الغنم والبقر. هذاك سعيد التادلاوي نائب برلماني المتزور راه دايزها بالرشوه، كل عام دايزها بالرشوه. كيقول لهم انا راه صديق مولاي رشيد، راه اللي دوا معايا راه نساقمو للحبس، راه داير عصابه. هذاك الدوار راه غير هاد الايام تما كاين مسجد ديال الدوار راه سدوه وداو ليه داك البوق وداو ليه داك الشيء ديال ديك الكتاب ديال القران وداك الشيء داهم شي 20 كتاب. مشيت دابا كنتسول تما قالوا لي راه ما عرفناش شكون اللي شدوا دابا، راه واحد الساروت راه شاد واحد خاينه مفرعن تما كنيات وراه امر من عند القيد. قلت له ودي ما يمكنش، راه الجامع هذا ديال الدوار خاصو يتفتح. دوار واركو ولا سيدي علي الرمر. راه هذاك الدوار جا المسجد راه سدوه راه ما عرفتش انا الحل كيفاش سدوه. غلقوه مره وداو داك البوق وداو داك الماتريال. هذا مسجد ديال الله، من الناس بغاو يصليو فيه ويسدوا لهم. شكون اللي غيسدوا؟ ما كيقولوا لي ودي راه القيد وسالوت عند واحد خاينه البوق وداك الشيء داو واحد خاينه. ما فهمتش وداك الكتاب الكتوبه وداك الزربيات داوهم. هذا دابا مسدود حاليا راه مسدود. والبنيه منتشر العشوائي باش كيديروا تما كيديروا شي قوالب كيداو يشدوا الارض وكيدوروا عليها الميكا وكيجيو تما السماسره ديال القيد وكيدوروا الفلوس وكيقول لي من بعد وبنيها بني النص بدات تبدا بشويه ولكن كعب مليون المويحين كيشدوا 200 متر وكيدوروا على الميكا وكيديروا القصب ويديروا داك الشيء وداك الشيء على يد السلطه. هذا الشيء على يد السلطه راه ما كاينه في حتى دوله. راه مشكله عويصه في المغرب، راه الله يسر وصافي. راه ما هادشي اللي وقع في المغرب راه ما عمري ما شفتو نهائيا. علاش دابا كنقول لكم علاش دابا هاد المقدم انا كنقول لكم على هاد القضيه ديال المقدم دابا انا المشكل ديال المقدم كاين 60000 ريال ودايرين ليه لا باز الاجره الحقيقيه 18000 ريال والشيء الاخرى تعويضات وكيقطعوا لي اقتعاطي باش يشد لنا تريت يخرجوا ليه جد ريال. انا كون خدمت في شركه استرال راه كانت في يدي استرال وكوزيمار انا راه ولد تما كنيت راه في يدي كاع الشركات الكبار كون خدمتها 10 سنين كون دابا كنشد 100000 ريال الشهر. ولكن انا كامبو شفت المقدم داير الطوموبيل وداير الديور مفرعن وداك الشيء كنصحابو ما تاش هو راه برقاق موقات برقاق حاضيه وكيتسمسر القياد وصافي. انا دابا قيد داخل بالرشوه مشى الفيقيق
محمد شتواني دابا هاد الايام عطى الرشوه وداز قيد ممتاز ورجع لتماره. هذه بلاد هذه، هو دخلها بالرشوه النهار الاول محمد شتواني. ومحمد اهناني تا هو مشى لخريبكا من تطوان داز لخريبكا تما بالرشوه. هذه بلاد هذه، رئيس الدائره داخل بالرشوه وعاطي الفلوس. هذه راه ماشي بلاد، هذه راه ما عمرني ولا الورث اللي كاينين. الورث اللي بغيتي جدارميه تعطي 5 مليون، بغيتي البوليس 5 مليون، والله ما عطيتي الرشوه لا خدمتي، والله كون قاري ما عطاهاش كتكون قاري. ممنوع. المغرب معروف على صعيد العالم، وهذه القضيه ديال المنظمه الحقوقيه الانسان اللي دايرين المغرب راه دايرينها هما، ما دايرينها الشعب. راه مشيتي لهم كيبداو يراوغوا فيك من هك لهك، لكم ما كاين حتى حاجه. الشعب كله مظلوم وكله محقور. وهذه القضيه ديال الدعم راه ما كاين لا دعم لا سيدي زكري. 2 مليون 3 تشمش راه الشعب كله راه خاصو الدعم، راه الشعب كله خاصو الدعم. هذاك اخنوش عزيز اخنوش راه عوارث ورث هذاك الشيء، وهذه راه بنت عمو، وهذاك مولاي هشام مولاي عبد الله راه واخد بنت خالته مرته. هذيك مولاي هشام اللي كاين في امريكان راه ما مخاصمش مع محمد السادس، راه اقوى بديرينا. انا كنقول لكم راه ما مخاصمش معاه، راه هو كاين تما كنيات كيمشي ليه نصيبه. وهذيك المراه اللي واخد 2 بنيات، واخد والد مع 2 بنيات، راه كتجي العائله، كتجي اخنوش عزيز اخنوش. هذه اللي واخد راه بنت عمو، راه لاباس على تا با كان وزير الاشغال العموميه الحكومه السابقه. راه الهرواس هدارح، ولكن هو راه مريض فيه السكر ومريض وماسوني. راه مشكله عويصه، والمغرب حاكمين حكام ما عرفتش انا كاع الكنس ديالهم منين. الكلمه اللي قلتي راه خطيره ديال ماسوني. وراه هو قالها بفمه صاحبي، قال لي ما انا راه ماشي، انا راه عندي جنسيات. هو راه جايب دبلوم من كندا، كان يقرا في امريكان وداز كندا، هو كيقولها بفمه، كيقول ما انا راه ماشي مغربي، انا راه عندي. وماشي هو راه كلهم. هذاك محمد زيان اللي كان كيهضر على قضيه ديال الثروات، ودابا تشدوه وداوه يغبروه. هاد الايام كيعاود لي واحد خينا سولته عليه، قال لي راه تقوليه البرا في راسو، عنقو راه ولا بارك ويشوف. قال قضيه حامضه. قلت له وراه كاين واحد الممثل في طنجه راه وقع لي واحد المشكل، كان تا هو كيعاود على جلاله الملك وراه شدو ودو. قال لي هذاك صافي راه ولا يمسك تحته، قال لك ما عطاش دار وليته، قال لك ما عطاش وكلو صافي الغفير ضايع. وقلت له واحد مدير جريده ديال بوعشرين، قال لي هذاك هذا وليد الزوين وما يديروا لي 12 عام على واحد الكلمه قالها في التعليق وما يلبقوا ليه. هاد البلاد هذه كاينه عصابه لا مافيا حاكمانا، هما اللي بغاو فيه الخدمه ويديروا لي القوالب، راه كيديروا لي القوالب بحال عبد الله باه ضربوا تران. هذاك عبد الله واش غيضربوا تران؟ هو كان هذيك الليله عاد من كيران، وكيفاش ضربوا تران؟ دقيقة 700 متابع، باقي ما دخلناش معكم للسخون، معكم البداحي عادل صاحب منبر الحياة المغربية، نكلمكم من عاصمة الإجرام. والله لن تسمعوا مثل هذه الأخبار. قلت لكم البارح في اللايف حنا راه حريفيين ديال الصحافة، ولكن أنا راه ماشي صحافي، مواطن صحافي. كنشكر 760 متابع، كنشكركم كاملين. 700 اللي متبعاك في اللايف طالعة في العوينة. هاد 700 بغيت نوصل ليها كلمة. أولا هاد المغرب ديالكم، هاد الخيرات اللي في المغرب ديالكم، كل ما كيخص المغرب ديالكم حنا هنا في هذا المنبر، لا للفتنه ولا لتشويه هذا البلد ولا اي امر يعني بغيتوا تلصقوا لينا وديروا لينا يعني شي. حنا كنساهموا في التفكير، كنساهموا في التنوير، بغينا الخير لهاد البلاد، كنحبوا هاد البلاد اكثر من المفسدين. اذا دابا حنا كنفضحوا في الفساد وكنفضحوا في رموز الفساد، وهاد رموز الفساد كنقولوا لهم من هذا المنبر جيبوا لنا منبر واحد في المغرب استضاف عون السلطه بحال اللي كنستضيفوا انا البداحي عادل. يلا قولوا لنا واش كنقول لكم الحقيقه ولا لا. اذا الحقيقه غتبقى من هذا المنبر، والحقيقه كيف قلت لكم هي سيف على الرقابه ديالكم المفسدين اللي في المغرب. وحنا قلنا لكم البارح باننا ما عممناش وما عمرنا غنعمموا. كاين الطوب وكاين الذهب وكاين النقره وكاين النحاس في هاد الناس. المهم الاخوان الكرام، قلت لكم باقي ما دزناش القاصح وباقي ما دزناش للسخون. غنقولوا لكم كيفاش كيتورثوا الكراسه في البرلمان، غنقول لكم كيفاش كيضيعوا الفلوس ديال المغرب، غنقول لكم واش الملك بخبارو ولا ما بخباروش. ما غنحابيو حتى واحد وما غنجيو من حتى شي واحد وما غنطبلوا حتى شي واحد. وهذاك اللي كنتو كتخلعونا به وكتقولوا لينا غنصدموك به او غنصادموك معاه وغتصطدم معاه وغتمشيو للحبس، حنا كنفضحوا فيكم يا وجوه البخته يا وجوه
والفساد. 767 واحد من فضلكم ديروا دعوه كاملين لفلسطين من المغرب، ديروا دعوه يا الشعب المغربي وطالبوا بتحرير فلسطين وطالبوا لها النصر من عند الله. دابا اشنو بغيتوا؟ كتبوا في التعاليق، كتبوا علاش بغيتوا نهضروا، واش بغيتوا نهضروا على اللي ورثوا الكراسه ديال البرلمان؟ احنا غنشرحوا لكم ونفهموكم. ودا عون سلطه ضليع في الميدان، يعني عنده المعلومات الخطيره، عنده كل ما يثبت كيفاش كيتورثوا الكراسه في البرلمان. بغيتوا تعرفوا هذوك الاباطيره وهذوك النصابه وهذوك البزنازه كيفاش داروا هادشي في الدوله، غنقولوه لكم. بغيتوا تعرفوا علاش هاد البزنازه يعني طغاو في هاد الدوله وهاد الفساد طغى في هاد الدوله، غنخبروكم بكل شيء. بغيتوا تعرفوا الفلوس فين كتمشي، بغيتوا تعرفوا اين الثروه، اي حاجه بغيتوها باذن الله غنجاوبكم عليها. ولكن ما عارفينش غنقولوا ما عارفينش. حنا هنا ماشي بصدد الكذوب، حنا هنا بصدد قول الحقيقه والحقيقه فقط. من فضلكم بارطاجيو معنا، ومن فضلكم ديروا لنا جيم باش ما يطيحوش لينا اللايف. شكرا 700 متابع، وغادي ان شاء الله نمدوكم دائما بالجديد وبالمعلومات القيمه. دير جيم، وهذيك جيم غير باش ما يطيحش ليا اللايف. ما انا والذي لا رب سواه ما كنقول لا دير جيم لا بارطاجي لا حتى شي حاجه. بغيتي المعلومه توصل لخوتك المغاربه راهم بحالك بحالهم. اسمع المغربي وسمعيه المغربيه. نحن كابرين في بلاد وحده وعايشين عيشه وحده، معاناه وحده، مشاكل وحده، لا داعي نكذبوا على بعضياتنا. غنخلي جلبي علال يكمل الكلام ديالو. اذا انتم اشنو خاصكم ديروا؟ خاصكم تعاونوا معنا، ما خاصكمش تقولوا حنا بغينا يعني نشوهوا بهذه البلاد او بغينا الفتنه لهذه البلاد او ما بغيناش يبقى هذا الوضع اللي كنشوفوا فيه، يعني الامن والامان والاستقرار. الامن والامان والاستقرار ماشي على حساب الكرامه ديالنا، الامن والامان والاستقرار ماشي على حساب يعني الحريه ديالنا والعداله الاجتماعيه ديالنا. الشعب المغربي كيغتصبوا فيه المفسدين. حنا هنايا اليوم كنقولوا كفى من الاغتصاب لهذا الشعب المغربي. انتم كاملين طالعين في التعاليق، اغلبيه اللي بقاو معنا من قبيله حتى لدابا كنا كاينش مهموم بحالنا وتوا شبعان مشاكل ومعاناه. ما عطيناش هذا الوقت كامل وطلعوا معنا 700. حنا ما كنديروش التفاهه، حنا ما بغيناكمش تشوفوا التفاهه، حنا بغيناكم تساهموا معنا في التفكير، تساهموا معنا في التنوير، تساهموا معنا في ايصال الفتنه، في ايصال الفكره وندحضوا الفتنه. ما بغيناش الفتنه، ما بغيناش المشاكل، وبغينا هاد البلاد تكون من الدول اللي كيتمتعوا ناسها بحقوقهم وبكرامتهم وبحريتهم وبعدالتهم الاجتماعيه. التلخيص استاذ غيكون في اخر الحلقه. تفضل السي جلبي علال والله يجازيك بخير. لا موضح لينا الا بغيتي تقرا هذا الشيء قراه، والمهم من بعد قول لنا كيفاش كيتورثوا الكراسه في البرلمان وشرح لنا كيفاش كيتزوروا الانتخابات. تفضل. انا غادي نقول لكم على مصطفى الباكوري. مصطفى الباكوري كان متورط في التخابر مع الالمان حول مشاريع المملكه للطاقه الشمسيه. باللي وقع له المشكل مصطفى الباكوري، باللي كان تما وقع له المشكل، منعوه من مغادره التراب الوطني. امر قضائي كان غادي يمشي لابو ظبي اماراتيه ومنعوه. هو يمشي يفضحهم، قال لي مرة ما كاينش، انا غندير جارهم وما يضربوا الطم وميكوا عليه دابا الى يومين هذا ما جبدوش مصطفى الباكوري. علاش ما جبدوش مصطفى الباكوري دابا وضربوا عليه الطم؟ راه مشكله تما. وكنعاود لكم تما على واحد المتقاعد شيخ حضاري كيقول محمد فادوسي، الحمل البطاقه الوطنيه 79531 بي مزداد 1947 يناير نهار 6 بالدار البيضاء من ابيه مبارك وامه عائشه. هذاك السيد دابا خشى التقاعد شيخ حضاري، ودابا دايرين له التمديد شيخ قروي تما في عين سبع، وبارك خدمته هو التمصير، كيجيب المرفوده خاص بالعماله، كيجيب المرفوده من الشركات وصحاب الشيشه وصحاب كذا خاص. هذا محمد فادوشي واش يشد التقاعد ديالو وعنده الدار، عطاوه ارضيه في ذاك وباعها وشرا دار اخرى تما وعنده حانوت وداير الطوموبيل، وراه دابا كيتسمصر في عماله عين سبع. مدخلينو تما كيشد 50,000 ريال وكيشد تقاعد ديال شيخ حضاري مدبرين عليه، ودابا راه شاري الدار وداير الطوموبيل. هذا ماشي فساد؟ وانا دابا بغيت نمشي نشوف التقاعد ديالي الملف باش نجهزو، محيدين ليا 2014 محيدينها. دابا غادي نمشي نصلحها يومين وانا كنمشي، مشيت الخميس ومشيت اليوم عند السيده نزهه وما كلقيتهاش. بغيت ندخل عند الشاف ديالي قالوا لي راه مشى يصلي. قلت له مودي راه شوفي مشى يصلي، راه ما كيصليوش. العامل قلت له ما كيصليوش، راه باركين هنا في العماله حاضين الحاضيه والخطبه ديال الجمعه وداك حاضين الشعب. قال لك لا راه مشى يصلي، راه دا معاه GPS ودا معاه القانون ديالو. قلت له دا معاه الحاضيه.
محشوماش عليكم، وانا ما غاديش نمشي، غنمشي حتى نهار الاثنين. انا دابا راه واحد معاهم على قضيه الملف ديال التقاعد. بغيت القرار ديالي من تما كاين يعطيوني قرار رسمي ويصابوا لي هذاك الدوسي تما اللي محيدين ليا 2014. وراه واحد معاهم عاد نزهه تما مكلفه بهذه الملفات. راه مشكله عويصه في المغرب على هذا المقدم ما عنده حتى زفته. 60,000 ريال برقاق مقدم خدام عبد التمصير. راه عاودت لكم مشكل خدمته هو التبرقيق، حاضي الطالعه والهابطه. عاودينا على التبرقيق كيدير بالتفصيل. التبرقيق هو الحاضيه، كندور صباح وعشيه على العساسه، بعدا كندور عليهم في الليل وكعاطيهم التليفونات اللي دخل شي زوره خصو يعلمني. كاين كبد. وإلا ما علمنيش ندير ليه الصابونه القوالب ونصيفطو للحبس، ندير ليه مونتيب. كاين ما كاينش مزال نقول لها لقيت، نقول لها دخينا ما كيتعاوش معنا، واحد السيده دخل ليا زور كتب ليه راه داير لنا كنا ضدنا راه كيدبروا عليه. كنديروا ليه قالب تما كنديروا به تقرير، كيدفعوا كيجيو البوليس كيلبقوا لي حنا مونتيب اخر ديال السرقه وكذا، ويدفعوا نجيبوا واحد اللي يخدم لنا نديروه من تم. هذا هي الخدمه ديالنا حنا. وكندور على البيع والشراء بحال دابا هاد الواجهات وداك الشيء، كندور على القهاوي، خاصني المرفوده ديال القهاوي، حيت القهاوي عندهم كاين اللي عنده رخصه كاين اللي ما عندوش. وانا كندور عليهم من جامع اي حانوت كيدير حلول، خاصني ندور عليه نسجلو وناخذ المعلومات ديالو وناخذ المرفوده ديالي. والقضيه ديال البني اي دار اللي عندها البلان اللي ما عندهاش البلان كناخذ المرفوده من عند اي واحد اللي ساكن، لا اللي عنده ريسيبول اللي ما عندوش ريسيبول اللي ساكن مجهول، كل شيء كندور عليهم تما. اللي حاط شي حاجه برا كنمشي نفيلو، ضروري نفيلو. المقدم خدمته الفيله كيفيل الناس، كيفيل الناس وكيدبر على راساتو، والخضره نجيبها فابور وكل شيء فابور. وين لقيت هو راه كيقول لي جيب لي، كي غندير؟ راه لقيت دابا كيتحلف علينا كاملين، كيقول لنا جيبوا لي المرفوده. الا ما يجيبش المرفوده غتبقى تبع شي تيمومو تما في المقاطعه ما عندها ما دير لك هذيك الشهريه. كيعطيوك مويطير لاوي ما 18 يطول الشهر ومبورطابل ديال الدوله مكالمه من عندهم، وقال لك صيفط لنا الطيبه والخضراء. اي مشكل شتي خاصك تصيفطوا لنا، اي حاله كما كان نوعا خاص تصيفطوا لنا كما كانت نوعا، انت مش شغلك الطيبه والخضراء. انتقلوا بالمشاهدين الكرام، الموضوع شويه كبير، وسمعوا الحباب ديالي، كنحييكم من هذا المنبر. كلكم غتبقاو بخاطركم، ياك بغيتوا الحقيقه المره مرحبا بسي الزعيم معنا، بغيتوا غير الحقيقه المره انتم غتسمعوها، ياك كنقولوها الحق وعلاش غنخافوا. السي جلابي علا الله يرحم والدين وضح لنا ووضح للمشاهدين الكرام والشعب المغربي كيفاش استاذي كيتم يعني توريث المناصب في البرلمان. توريث المناصب في البرلمان وهما كلهم ورثه. راه عائله عباس فاسي راه كاينه شي 6000 ديال هذاك نزار راه ولد اختو، ولد خط عباس فاسي بنته. راه هذاك الوفا اللي مات، هذاك الوفا اللي مات راه هذاك واخد خت بنت خت مرت عباس فاسي. هذاك وفا اللي مات كان هو وزير فم معوج، وخلي الاخرين راه عصابه ديال هذاك الفيري، راه كلهم عائله عباس فاسي. راه كل شيء العائلات، الا ما كان شي واحد من عائلات راه ما يدوش برلماني ولا وزير، واخا ما عطاش يكون في المغرب غالي ما حراسه. راه كلهم هادو دايزين ورثه تحت الدف. هذا واحد الراضي راه مشى مات، راه خلى ورثه ديالو، راه تا هو كان داير روينه، كان يجد الاراضي تما ديال السولانيه، كان يستعمر عباد الله وكيشبر تقاعد على ظهر الشعب، ويتبر مناصب ديالو وكيضحكوا على الشعب. انا قلت لكم انا على البرلماني، راه جيت نعاود لكم جيت سبتت ملي راه كاين واحد مسكيني، واحد راه بني مسكين، جيت دوار السي مبارك تما راه كاري تما الهونغارات الشركات كيشت 12 مليون للشهر ها في الهونغارات. راه الهونغارات تما جيت السبت عا الغزالي تما راه كاري تما كان كيشد شي 10 المليون للشهر في الكرا، وكتمشي للجناب كيدبروا على بالرشوه تشوف على الرجال اللي غادي تجي منين؟ من العماله. العماله راه هو مستشارين ديما ناجعين، كي غادي دير؟ راه الفلوس موجوده عندهم القهاوي وعندهم الحوانت عندهم شادينهم مملكينهم مدوزين داك الشيء وكارين هونغارات وكاين الشركات بالنوار. راه الشركات تما كاين جيت السبت كلهم نوار، كلهم نوار وكارين. وعا هذاك المسكين راه قلت لك 12 مليون كيشتا في الكرا. خلي جيت السبت الشركات تما سير شوفوا السبت الشركات تما، شوفوا تما شنو الحاله اللي كاينه تما. كاين الناس تما كنات اللي كاري كما عندهم العرض تما كنات دايرين جايين 60 محل عشوائي تما وكارين البرانيين في الجوافريه لولادهم كيتخلصوا زباله ديال الفلوس كيديوها بالكرا وكيعطيو منها المقدم 6 ريال ولقيت كيصيفطوا لي شي واحد 6 ريال. هذه ماشي حقره، هذه ماشي حقره وماشي فساد. ها شركه تما ديال الموكات راه كاينه تما، كاينه جيت حنانشه
شركه ديال الرموكات كارينا ب 3 مليون، هذاك مول شركه 3 مليون باش كاري هذيك البقعه تما الرموكات، كيجي 200 مرموك اللي كتدخل، وكارينها تما كاين شي وحدين عندهم قال لك هذيك الارض داير فيها دورين بها حائط، وكارينها ب 2 مليون ونص، هذه ماشي حقره، وكيدوروا مع المقدمين والجدارميه وكلشي كياكل وضاربين الطم. تقول بغيتك تهضري على الناصيري والرباعي البزنازه، الناصيري والرباعي ديال البزنازه والمالي هذيك الحاله بوحد، هذيك الحاله راه باقا معصه تما، راه البرلمانيه راه كاين 4 دازوا تما، راه كاينه راه وصلت 28 واحد، راه قضيه فيها ان واخواتها، راه الناصيري راه قال لهم راه غنجبد لكم حاله اخرى، راه ما بغى، راه نوصل لكم لداخل، راه دابا ولا مخلوعين، راه نايض الروينه تما الناصيري تما راه مفرعن في عكاشه يدو معاه شي واحد، القضيه راه مخربقه، راه ما كاين على ناصيرة، ناصيرات كاينين، راه مشكله تما كاينين، راه مشكله كاين على الناصيري، اش من ناصيري؟ الناصيرة راه ما كاين ناصيرات، راه البلاد كلها فيها المفسدين وفيها التخربيقات وكذا، ولكن الشعب فقير مسكين درويش وفقير، واللي دواو يديروا له الصابونه ويديروا له القوابل ويخشيوه في الحبس ويدقوا ليه البرا، يوكلوا الماكله السم في الماكله، هذه هي الحقره، والشعب مسكين محقور من 50 كياكل ديك البركه، مع دوك البرلمانيين كيجي يدوروا معاهم 1000 ريال وكذا مسكين يشدوه، حد دابا قال لي ما ندعموك وما نعطيكم 10 مليون، ودعم راسك، خلي لهم الرميد، حيد لينا التخربيق ما عندنا ما نديروا به، هذاك الشيء التخربيق، كتكذبوا على الدوال، حشومه عليكم، حنا قلنا كنعطيونا من الثروات، دوك الثروات هاكولها راه ما نسمحوا لكم من هنا لهي، ما نسمحوا لكم من هنا لهي، راه كلشي مريض، راه الله تبارك وتعالى كيخلصكم ما كيخلصكم، الله كيخلصكم كلكم، زيدوا، راه كان الله الشعب راه كيدعي، راه كيجدد في بركته كيدعي، راه مظلوم محقور، 10 مليون 10000 ريال الدعم، تخولها اش بغا ندير بها 10. الفكره وصلت عندنا الناصريات بزاف، وسمعوا السؤال ديالي دابا، ها رمضان ها هو جاي، فين هي المعاونه اللي غتعطيو رمضان؟ غتعطيوها بالرشوه الكليان ديالكم، ما حشوماش عليكم، هذيك المعاونه انا ما بغيت لا دعم لا والو، انا بغيت التقاعد ديالي اللي خدمت فيه ديال المقدم، بغيت التقاعد ديالي الحقيقي، ما تكذبوش على الدوال، وبغيت النظام الاساسي يخرج، المقدمين يكون عندهم حقوق، المقدم ما عندوش حق حتى حاجه، ما عندنا نقابه لا والو، باش ما يبقاوش يخطفونا الناس، ما يبقاوش حشومه. ودابا دايرين الروينه في المحمديه، راه الروينه المقدمين دايرين الروينه تما في الارض فلاحيه، راه مشكله، هادشي راه في اخبار العامل هشام العلوي المدغني، راه في راسو، راه داير تا هو واحد خينا كيقول لي منصيف مقابل له التخربيقه ديال الهميزه المرفوضه، حشومه كاع، راه عار، هذا ديال المديونه تا هو داير الروينه فيه، راه العرض ديال دوار صالح حاج صالح، راه البقع كاع بناوهم سماسره وداروا فيهم محلات وكذا حشومه، عار. واحد السؤال كيكتبوه هنا الناس بزاف، انا عندي الجرأه والشجاعه باش غنطرحوه عليك، انت الله يجازيك بخير، جاوبني على قد السؤال. نعم. ما تحرج راسك، ما تحرجني، ونحاولوا ما امكن نكونوا صراحه مع هاد الناس. كاينين شي وحدين كيكتبوا راه القصر الملكي هو المسؤول، قول لهم واش في راسو ولا ما في راسوش، يعني الملك دابا خلينا نكملك السؤال، الملك في راسو قول لنا في راسو، ما في راسوش قلنا ما في راسوش، في راسو ولا ما في راسوش، وقول لينا اشنا هي الرساله اللي بغيتي توجه ليه في اطار هذا الفساد كامل اللي كنهضروا عليه. ايها الشعب المغربي، راه هذا الشيء اللي كنقولوا حنا وهذا الفساد اللي كاين في البلاد، راه كل من هي نقطه وقع للشعب ولا وقع في المغرب، راه في راس جلاله الملك محمد السادس، راه كونوا على يقين، راه انا بالصفه ديالي انا ديت له الشكايه حتى للقصر المكتب الديوان ديالو وسجلتها 2 خطرات، وانا كنمشي لهم تما 2 خطرات، قلت لهم قتلوني هنا وشدها مدير الديوان ديال جلاله الملك، وما كاين من هذاك الشيء والو، كتبت ليه كل شيء ديال الفساد اللي كاين، والله العظيم ما كاين حق يقول لي صافي غنصيفطوا للداخليه كلها شفاره، هذا عبد الوفي الفتيت منين هو اصله وكيفاش ولا وزير، راكم خاصكم تعرفوا الحقيقه، راه انتم شعب فقير ما عارفين والو، الله يكون في عوانكم، راه الله يكون في العوان، الشعب مسكين ضعيف بزاف، الله يكون في عوانكم، راه هذاك الدعم راه ما خاصناش الدعم، واش الراميد احسن من هذاك الدعم؟ ها الراميد خرجوه احسن من دعم، كاين دابا المرضى راهم كيموتوا، كاين اللي عنده مرض مزمن راه كيموت، ما كاين لا دواء لا والو، هاد المؤسسه ديال محمد الخامس اللي غادي يعطي المعاونه كيعطيوها عبر الرشوه الكليان ديال المقدمين تا هما كياخذوا الرشوه يعطيوها لصحابهم، عارف حشومه كاع،
راه الشعب كله ما عندوش، كيفاش انت تبغى تاخذ الدعم لما الدعم؟ الشعب كله ما عندوش، كيفاش نقولوا هذا طلع له رداك، هذا حقه مع الكذوب كذابه. لا حقه اللي هو مات له المراه ما نعطيوش، اللي مات له راجل ما نعطيوش، واش غتعطيوه؟ عطيوه البلد، تكذبوا على الدوال، تكذبوا حشوماش عليكم. انا راه ما تعطوني لا دعم لا والو، انا ما باغي لا دعم لا يديك لا يخليك. انا لما مرضت غنموت، انا برا ما يداويني حتى واحد سوى الله تبارك وتعالى، ما باغي منكم حتى حاجه. بغيت حتى التقاعد ديالي اللي خدمت فيه 26 عام ونقصوا لي منه شفاره العمال، نقصوا لي منه. ودابا حيدوا لي عام ديال 14 انا غادي نمشي للعام انا نشوف هذه القضيه ديك النزهه اللي كاينه تما في لادياجي عند قسم شؤون داخليه، نشوف معاها نشوف كيفاش كتغيب على المكتب وما نعرف. واحد كتب لك يا علال كلامك في الصميم وعندك الحق بلا نقاش، هذا من المتابعين. عرفت شحال متابعك دابا من واحد؟ 1100 واحد تبارك الله. راه حنا ما نكذبوش عليكم، راه مازال غادي نجبد لكم وزاره ونجبد لكم برلمانيه، ندود لك حل ورثه كل واحد بالاسم ديالو. الصحراء كامله غنجبدها لكم، الصحراء غنجبد لكم دوك البرلمان اللي كاين كله في الصحراء، عندي كل واحد بالاسم ديالو واش من حزب وكيفاش كيدوز. امر من عند القصر كيدوزوا، وهاد الجهات 12 جهه غنقول لكم كل شيء البرلمانيين اللي كاين في الجهات كاملين واش من حزب وكيفاش. اخنوش عزيز اخنوش، واش هو خاص هو وزير الاول؟ وزير الفلاحه اللي كانت تما راه ضرب 54 مليار في الدعم، ضربها كيعطيها لهذوك خياتنا وكيضربوا الطم وكيكذبوا علينا. راه عارو حشومه هذاك 17 عام وهي في وزير الفلاحه، وزير الفلاحه والصيد البحري، ودابا شد وزير الاول. عارو حشومه. حنا بغينا الوزير، اي واحد وزير اللي بغى وزير يكون عنده اختصاص وما يتخلصش، واللي حسن يخلص. واش ملي يعود العامل كان برلمان الاتحاد الاشتراكي علي سالم الشكاف ديال مديونه، برلمان الاتحاد الاشتراكي وداروه عامل. هذه تخربيق. شد المحمديه عاود دابا داروا قلب شقلب مع وزير الاوقاف، ولد وزير الاوقاف هشام عبد الكبير المدغري، هذا هشام العلوي جاء من هذاك مشاو هما مرونينها، وباقيين دابا الان كمرونينها في البناء العشوائي وكيضحكوا على الدوال. وباللي كتمشي تقول لهم واش بغيتي ندوروا معاك في الانعاش وبعد منا تسير بحالاتك. انا مشيت دخلت المحمديه تما قلت فراو مني، قال لك اسيدي بغيتي تخدم دخلوك الانعاش وبعد منها تخلص وسير بحالاتك، ما بقى تجيب لنا حتى حاجه. قلت لهم انا ما بغيتش هذا الفساد اللي كينحشوا عليك. قال لك سير بحالاتك، البلاد راه كلها مفسده. ويلي بحال هكا ويا راه بقيتها كنشوف، راه مشكل عويصه. المغرب راه ما كيكذبوا على الدول، شوف فلسطين اش وقع عليها. كاين شي هذا راه رئيس ديال القدس كاع ما دا خاصو يتحرك تحريكه ديال المعقول. الشعب راه باغي يمشي يضحي كاع. نحرقوا حنا هذا اسرائيل باغا تستعمر العالم. حشومه والله الا حشومه. كيضربوا في المدنيين، في الصبيان، في العيالات كيقتلوا فيهم، كيهدموا كل شيء. حقر هذا. دابا الا رديتي البال في الانترنت ملي كندخلوا كنلقاو بحال دابا العديد من الناس كيقولوا الشعب المغربي طبع مع الصهاينه، الشعب المغربي حتى هو يديه ملطخه بالدماء وهو اللي كيقتل في الفلسطينيين. دابا واش حنا اللي كنقتلوا في الفلسطينيين جلابي علال؟ لا حنا حاشا واش نقتلوا الفلسطينيين، حنا فلسطين خوتنا مسلمين، وحاشا واش نقتلوا. حنا راه كنا لقينا نحميوهم. علاش؟ هذوك ماشي خوتنا مسلمين، خاصنا حنا نحميو. راه عاول البارح راه ناضوا حقوقيين كيضربوا القوالب، وراه خاص كذا وسيروا عاودوا راسكم ديك الهضره ما عندنا ما نديروا بها. راه خاص مقاومه، لا كتخربيق. واش هاد اسرائيل غتغلب العالم؟ هاد الدول قاعد ما كيدويوش. راه قضيه اخرى غادي نعاودها لكم من هنا لقدام على قضيه ديال افريقيا اشنو دارت. مازال غادي نعاود لكم على قضيه الصحراء وقضيه الجزائر كيفاش اللعبه. راه عندي شي مسائل غادي نوضحها من بعد ان شاء الله. شكرا لك جلابي علال، اليوم شرفتيني في المنبر ديالي، واول حلقه لك في التيك توك. بدينا حلقاتنا في الفيسبوك وفي اليوتيوب. اقسم بالله لا انا فرحان ملي كنأدي هذا العمل. هذا هو الدور ديال المواطن الصحفي البداحي عادي، وهذا هو المنبر ديالكم، منبر الحياه المغربيه. منبر الحياه المغربيه كيختص بجميع القضايا اللي كنعيشوها وكنعانيو منها. حنا ماشي ضد الامن والاستقرار، حنا ماشي دعاة للفتنه، حنا ناس كنطهروا البلاد من وجوه البخته، من وجوه الفساد. يعني باش تلقاو بحال جلابي علال يستحيل وقليل وفي الاحلام انك باش تلقى بحال جلابي علال اللي اولا
راه مريسكي بكل شيء وريسكا بحياته، وعطانا العديد من المعلومات القيمه. وباش نحطكم في الصوره ايها المتابعين الكرام 1100 واحد، شكرا لكم. جلبي علال ملي كان كيجي عندي باش يدير معايا اللايفات ونفضحوا الفساد اللي كاين في البلاد ونفضحوا رموز الفساد، جلبي علال تعرض لحادثه سير وضربته طونوبيل وهو غادي بالموتور ديالو، وهو قدامكم. الا كذبت في هذا الشيء هو غيقولها لكم. وملي ضربوه بالطونوبيل وطيحوه في الارض قالوا ليه ما تبقاش تمشي عند البداحي عادل. واش البداحي عادل بزناز؟ واش البداحي عادل مسؤول في الدوله وكينهب الثروات وكينهب الاموال وكيخرجها خارج ارض المغرب؟ واش البداحي عادل مخدم العائله ديالو كامله في البرلمان وكيورثها لحبابه ولهلو وجيرانه وعائلته؟ حنا عندنا هاتف نقال وعندنا الحمد لله يعني شويه ديال الشجاعه والجرأه باش نقدروا يعني نخاطبوا المسؤولين ونقولوا لهم هاد الداء فين كاين. تفضل جلبي علال ورينا الاسم. جلبي علال، الرقم البطاقه الوطنيه EA 18554، الصفه مقدم حضاري، مقر العمل المقاطعه الحضاريه 44، عمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي. إخواني أخواتي الكرام، الدليل القاطع على أن أول منبر في المغرب كيستقبل عون سلطة هو هذا. يعني حنايا بغيناكم غير تفهموا الحقيقة كيف ما هي، ما بغيناكم تكونوا ضد حتى شي واحد، حتى تفهموا الحقيقة. وحنا كيف ما كنقول وكتبها في التقرير أيها المخابراتي، نحنا ماشي ضد الاستقرار، حنا كنفضحوا رموز الفساد. جميع الاسماء اللي عطاها جلبي علال كنطلبوا منكم انكم تحروا عليها، وبغيناكم ان شاء الله تعاونونا باش نطهروا هاد البلاد من المفسدين، لان هذه بلادنا والارض ديالنا كتخصنا وخيراتها كتخصنا، وكل ما في هاد البلاد كيخصنا، وهاد البلاد كنحبوها. وكنقول لكم في شحال من لايف كيجمعنا الحب والدين والوطن. بقى عندي سؤال شويه النيفو غيكون فيه طالع باش نوضحوا للشعب المغربي كامل، ما يجيش شي واحد يزيد علينا بالوطنيه، وما يجيش شي واحد يزيد علينا يقول لنا نتوما بغيتوا ديروا لا الفرقه الوطنيه لا هذه الفرقه الوطنيه. حنا غنعطيوهم السميات شكون غيمشيو يشدوا، وكاينين الناس اللي فوق من الفرقه الوطنيه هما اللي خصهم يبحثوا في دوك الاسماء اللي غنعطيوهم. وكيف ما قال جلبي علال البلاد ديالنا راه عامره بالفساد، حنا بغينا نطهروها من الفساد. تفضل يا جلبي علال قلنا اش باقي عندك. راني كنتوجه وزير الداخليه وامر ديال جلاله الملك يشوف هذا المقدم عون سلطه يخرجوا ليه النظام الاساسي ويعطيو حقوق ديالو. راه هذاك التمصير وهذاك الشيء ديالو راه ما منه والو. راه دابا عنده هو 983 درهم هي الاجره، والشيء الاخر تعويضات 5 تعويضات، واحده ديال بدله اللباس، واحده ديال الاقدميه، واحده ديال التمثيليه، واحده ديال الجوله. راه عارو حشومه كيقطعوا ليه جوج قطاعات، واحده ديال النظام الجماعي التقاعد وواحده ديال لاكس. راه عارو حشومه 60000 ريال، عنده 18000 ريال في الاجره ديالو، والشيء الاخر تعويضات. ومن يخرج لانتري تخليو لي ريال. هذه ماشي حقره في البلاد. راه كون خدمت انا في شركه 10 سنين، راه عندي 80000 ريال. راه روح شوف انا خدمت زباله ديال الفلوس في الاخر داروا لي نقصوا لي من العامات. هذه ماشي حقره وتزوير ورشوه، هذه راه حقره وتزوير ورشوه. المغرب راه فيه الرشوه والحقره، راه ما فيه حتى شي حاجه اللي معقوله. حنا كنتوجهوا لجلاله الملك يحرك هذا الميل. راه التعليم دابا داروا تنسيقيه ما تلاوش معترفين حتى بالنقابات. نقابات كل حزب ديال نقابه 34 حزب في المغرب، كل حزب ديال نقابه داير الاغلبيه منهم وكيكتبوا على الدوال وكيديروا يوافقوا على اي حاجه. راه ما كاين من هادشي والو. راه دوك التنسيقيه هما اللي بقاو مرتين تما تاخذوا حقهم شويه، حاضوا شويه ديال الحق التعليم. مره ما كانوا متبعين النقابات وهذاك الشيء راه هزهم من هذاك الوزير التربيه، هذاك راه خاصو يمشي للحبس. تا واش راه ما هذوك الوزراء كلهم ما خدام حتى واحد، كله دايزين عبائنا واخواتها ووارثها ودايرين بالرشوه وصافي. كذب على الكذاب. انا اقترحت واحد الاقتراح، اي واحد بغى يتولى تدبير الشأن العام، هاد الاحزاب وهاد البرلمانيين اسمع يبغي يطلع دابا حنا الشعب واش عنده غنشوفوا واش عنده، واش تقدر تنفذ البرنامج ديالك ولا ما تقدرش تنفذ. ولكن اللي بغيت نقول لك دابا حنا الشعب غنتفقوا ان شاء الله، عقل على هذا الكلام ديالي.
ان اللي كاع اللي غيبغي يمثلنا في الحكومه والبرلمان يبغي يطلع للحكومه غنعطيو تصرفيقات 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 تصرفيقات، الشعب كامل غيعطيه تصرفيقه لواحد، وملي ينزل الى ملي يسالي زعما من ديك الولايه ديالو سال الخدمه ديالو في ديك 4 سنين ولا 5 سنين، خدم مزيان غنقولوا ليه مزيان غنقدروا نحطوك في شي مكان اخر، ما خدمش مزيان عاوتاني غنعطيوه التصرفيقه لواحد. دابا الشعب باش بغيت نقول لك اللي بغى يتولى تدبير الشارع العام غيطلع بالتصرفيقه ويهبط بالتصرفيقه، يعني حنا نطلعوه بالتصرفيقه ونهبطوه بالتصرفيقه، يعني نقادروا نحاسبوا هاد الوجوه اللي كيخدمونا، وقادرين نديروا بزاف الامور نخلصوا حتى الدين ديال الدوله. بحال دابا نجمعوا درهم للدار، عندنا 40 مليون مغربي، راه 40 مليون مغربي الا درنا درهم للنار كل صباح راه غنخلصوا ديوننا وغنبنيو الشركات وغنبنيو السبيطارات وما يخصنا حتى شي حاجه فاش غادي، وتا هاد المسؤولين ما غيخصوناش، ما عطاوش لجدو ديك التصرفيقه مع يطلع ولا بغا يهبط، فهمتيني؟ انا عطيتك غير مثال. يعني السي جلابي قول لي شي كلمه اختصر لي بها الموضوع وباش نفسر ونوضح للمشاهدين والمتابعين الكرام. راه ملي كنكون داير لايف راه كنكون بحال المراسل الصحفي، يعني المراسل الصحفي راه خاصني نتعمق في الموضوع من جميع الجوانب، ما كنحابي حد ما كنطبل لحد، من حقي نسال جميع السؤالات كيف ما بغات تكون، حنايا الدور ديالنا نوصلوا لكم الحقيقه ولا شيء اخر غير الحقيقه. تفضل جلابي علال ختم لينا. الختام ديالنا هو راه المغرب راه خاصو يتنقى، راه المغرب راه فيه المفسدين، هذا الفساد اللي كاين في المغرب راه لا يحصى، وراه كتكذبوا على الدول، كتكذبوا على الدول، وراه الدول راه امريكان معاكم واسرائيل معاكم، راه اسرائيل راه مع المغرب، راه ماشي احنا عارفين القصه كيفاش، وحنا راه مسكن ضعافه، راه ما عندنا ما قدير ما اللي دوا كيمشي يديروا ليه الصابون، يديروا ليه قلب، هو اللي كيديو الغبير الظاهر بحال محمد زيان راه كان يدير حقه ما حقه، هذا ما هذا الذهب ما الذهب، بداو لي يقبوا ما يدخلوا تقول البرا ولا بارك يعاود واحد غير ولا بارك وكيشوف واش فعلا هذه القضيه ديال البراك؟ عاود لي واحد يوشع ما هذه راه غير يوشع القضيه ديال اللي قالوا، يعني ما عارفينش حنا واش بصح ولا ماشي بصح. يوشع بن راه السيد ما هو العالم راه كان داير اضراب على الطعام مؤخرا وجابوه المحكمه على حساب شي ملف جديد مهم، راه طبعوه واخا قال لي راه تطبع، ما ترى كاينه ان راه هو كان واخد بنت ريضه قديره ومطلقها، هذاك راه كان توا وكان محامي وكان في يده الشغل، وخد واحده اخرى راه توا في يده الشغل، ولكن راه تقاول تاهو بغى قال لك يعاون الشعب يديروا لي شي خلصه ولا كذا على ديال داكشي ديال ثروات المغرب، وسي ما بغينا ثروات لا والو، حنا بغينا صحتنا وفوتونا وعطونا حقنا من التقاعد ديالنا، اش بغينا الزبل ديالهم. شكرا جلابي علال، شكرا الضيف ديالي الخفيف الظريف. غادي نجيبوا شي حاجه اخرى، غادي نجبد لكم شي ورثه وشي تخربيقات اخرى باقي. سمعتوا المتتبعين الكرام، المتتبعات الكريمات، غيكون لينا معكم ان شاء الله لقاء جديد، غيكون لينا معكم لقاء جديد مع جلابي علال. المواضيع عندنا الحمد لله دائما الجديد. انا كنعاود نذكركم وكنعاود نقول للمخابرات كتبوا، احنا ما عندناش مع الفتنه، ما عندناش مع زعزعه الامن والاستقرار العام، ما عندناش يعني مع اننا نرميو تهم كيديه على ناس يعني باطل، حبا في الكلام ولا حبا في الظهور ولا حبا في البوز ولا حبا في شي حاجه اخرى. هادشي كامل يترفع في هذا التقرير هذا. حنا بغينا يتحاسبوا رموز الفساد، ما قلنا حتى شي كلمه العيب. حنا لا قلت لكم راه مشيت للقصر الملكي، مشيت ليه والديوان ديالو ودفعت له بيدي، تما وسجلت تما خطرات تما راه بابا وفي الاخير ما كان هادشي والو، كتبت مذكره مفصله حول الموضوع، قلت لهم هذه بلغوا لا جبلت بلغوا جلاله الملك، وفي الاخير وصافطوا لي الداخليه كيكتبوا كيجاوبوا القصر الله يعاون العونات. شكرا لك جلابي علال. اخواني الكرام، اخواتي الكريمات، كنضطر انني نودعكم في هذه اللحظه من حي الاميره مريم، كنودعكم من عاصمه الاجرام، من الحي اللي كنسكن فيه، من الدار البيضاء. نحن صامدون وثابتون على المبادئ ديالنا ان شاء الله، وغنوصلوا الكلام ديالنا ان شاء الله، وغادي ان شاء الله هذا المغرب حنا اللي غنبدلوه، حنا الشعب كنقول. السلام عليكم.
اللايف ديالنا سالا.